السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده يوم جديد ويوم كله احداث كتيرة. تعالى نشوفها كده ونتابع مع بعض. طب يا جماعة، انا النهارده نزلت اهو من البيت، خدت اوردر من شبرا الخيمة لحد المهندسين. حبيت ابعد عن مصر الجديدة عشان الحلمية والمطرية بتبقى زحمة جدا الصبح. رحت المهندسين عشان ما تعطلش. لقيت هناك طبعا في شغل كتير وريكوستات كتير جدا حلوة، بس بتتخطف يعني في ثانية بتتخطف. وخدت بعد كده من هناك ريكوست ب 25 جنيه لحد الدقي، وانا اهو اشوف بقى هنعمل ايه مع بعضينا. يلا اخواتي، ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وتقول لي رايك في كومنت تحت. وكنت عايز اخد كده رايكم، نعمل تحديات مع بعضينا. نحاول مثلا نعمل 500 جنيه في 5 ساعات، هل نقدر نعملهم؟ هل نقدر نعمل ازيد؟ طب نعمل اقل؟ عايزين نعرف كده ان الساعه تقف معانا على كام. وانا شغال على 3 ابلكيشنات، ديدي، اندرايف، مرسول. كل واحد فيهم ميزه وعيب، فانا بحاول استغل الميزه اللي فيهم واعرفك بيها. يعني مثلا من ديدي مثلا، ميزته ان في الواجهه، والواجهه دي انا بحتاجها في حاجات كتير جدا، بالذات لو انا واخد اوردر ولا حاجه من حد واوردر صغير معايا ومحتاج ان انا اروح مثلا مصر الجديده. بدل ما هقعد ادور في اندرايف هل موجود مصر الجديده او مش متاح، انا بعمل ديدي وبريح دماغي وبعمل له واجهه، هو لما يكون فيها هيبعت لي. ديدي مشكلته ان اجرته قليله شويه، بس في الزيرو عموله حلو، وانا على طول مشترك فيها يعني. وفي عرض الجراندي برضو حلو، الناس كتير دي عايزه حلقه كامله عشان اقعد اشرح لكم الحاجات دي. في درايفر مثلا، درايف سعره برضو كويس ومناسب، بس انا لو ما لقيتش فيه حاجه بشتغل على ديدي، بشتغل مرسول كده يعني. انا خدنا اهو من ميدان الجيزه لحد دوران شبرا. خليكم معايا بقى عشان اشوف هنعمل ايه تاني. طب يا شباب، في حد كده معرفة شغال في هارد اتاك، اتصل بيا عشان عنده اوردرين وعايز يخرجهم ضروري، وهو ما عندوش حد دلوقتي وعنده عجز في الدليفرية. والاوردرين قال لي هديك فيهم 50 جنيه. اوردر اصلا قدامهم في العمارة اللي قدامهم على طول، يعني انا مش هحرك المكنة، هاخده واروح اوديه. والاوردر التاني جنبه كده بالظبط بحوالي 3 كيلو، جنب المطعم بحوالي 3 كيلو. هو الاتنين قال لي مثلا هظبطهم لك على 50 جنيه، وانا وافقت طبعا، يعني اوردرين جامدين جدا يعني. واهم حاجه المعامله مع الناس عشان تحتاجهم. كان معايا اوردر هارد اتاك لسه موصله اهو، ومعايا واحد رايح من الزاويه. يلا بينا نوديه. طب يا شباب، لما كنت في الاسانسير كده، ده كان اول اوردر من هارد اتاك، ودلوقتي انا معايا الاوردر الثاني ورايح اتواجه اهو للعميل الزاويه، عند سنترال الزاويه كده بالظبط. المشوارين دول بالنسبه لي برضه حلوين جدا، واهم حاجه يا جماعه انكم تتعرفوا مع الناس ومعاملتكم حلوه وذوق معاهم، عشان هم بيحتاجوكم وانت بيحتاجوك وانت برضه بتحتاجهم بصراحه يعني. يعني في المواقف اللي زي كده مثلا انت ممكن تكون جنبه، لو مش انت جنبه اول ما بتقرب ليه تاخد منه الاوردر بتروح توصله، فبيكون في ثقه ما بينك وما بينه والدنيا بتمشي يعني. وادام انت قررت انك تشتغل في الشارع، ف انت هتبقى اكيد على اسفلت. انا بتوجه اقول لعميله ورايح عشان اديله الاوردر. النفق ده تقريبا كان رماي زمان، لو في حد من الزاوية بقى ويحكي لنا القصة. ده كان ترماي واتعمل نفق، شكله حلو يعني أزرق. الحمد لله الواحد عامل علاقات كويسة يعني مع ناس كتير، سواء ناس بتطلع اونلاين، ناس شغالة في الماي واي، ناس شغالة في ايكون. اوردر في هارد اتاك اهو كده خلاص اهو، قربنا على العميل، اخش عليه واوصله، نتابع مع بعض بعد كده وارجع تاني اكلمكم اول ما اوصل الاوردر ده. الدنيا حر اصلا النهارده والشمس مش عارف ايه كده، درجة الحرارة بدأت تشد تاني. يلا يا شباب. طيب يا حبايب قلبي، ده اوردرين عميل كلمني عليهم وبعت لي على الواتس ورحت خدتهم. واحد صغير ب 25 جنيه والتاني ب 130 جنيه. التاني دوت رايح المصريين كده في عند البحر الاعظم في الجيزه. اوردرين حلوين يعني وتمام بيظبطوا معايا. الاوردرات دي يا جماعه بتيجي من معاملتك مع العميل، تتعامل معاه مره والتانيه وهو خلاص بيثق فيك وبيتصل بيك بعد كده وبيكلمك. الاوردرين دول برضو عميل كلمني وعايزني اوصلهم له،
وده تاني عميل يكلمني النهارده من المعارف يعني. كان اول واحد هارد اتاك والعميل ده كلمني ان انا اوصل له الاوردرين دول. الاوردرين واحد جنب مني مفيش 2 كيلو، هو حسبه لي ب 25 جنيه تمام، لان هو كده كده اصلا تكمله الاوردر اللي هو ب 130 جنيه، اللي رايح ناحيه المصريين كده، محطه مترو المصريين. دي برضه مميزات المعارف. انا ما رحتلوش مخصوص، انا هو كلمني وانا قلت له تمام وعملت واجهه. احنا قاعدين دلوقتي. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي وتعمل اشتراك وتعمل لايك ويقول لي رايك في الكومنت، ويقول لي ايه رايك في موضوع التحديات اللي ناويين نعملها ان شاء الله.